نقطه ان العميل ما يكونش رابط منصاته كلها ببعض، دي بتضيع منه فرص كتير جدا 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 منصاته تبقى. طب ده يتربط ازاي؟ ليه طرق كتير. عندك منصه زي الفيسبوك مثلا، هو بيتيح لك ان انت تحط كل لينكات منصات التواصل الاجتماعي عنده على الصفحه. بس عندي منصات تانية زي انستجرام، زي تيك توك مثلا، هو مش مديني الاوبشن ده. انا مضطر ان انا احط لينك واحد اللي هو مثلا لينك الويب سايت في البايو بتاع انستجرام وخلاص. طب بحل الموضوع ده ازاي؟ بحاجه من اتنين، يا اما ان انا اعمل ويب سايت زي ما قلت لكم، في الويب سايت انا اوريدي ببقى حاطط لينكات التواصل الاجتماعي كلها، فهو بيخش الويب سايت يعرف يوصل لي وفي نفس الوقت يقعد يشتري مني. او في موقع ده نقدر نعمل بيه بمنتهى البساطه والسهوله والجمال تجميع لكل منصات التواصل الاجتماعي في صفحه واحده. بمجرد ما يدوس على اللينك يخش على الصفحه دي، يبقى قدام كل اللينكات يدوس على اللينك اللي هو عايزه. والموضوع لذيذ جدا وجميل جدا، ممكن ابقى اوريه لكم ازاي عامل. تمام؟ ده بالنسبه للربط. طب الربط مهم في ايه؟ زي ما قلت لكم الربط مهم جدا جدا جدا، ان انا بخلي عميلي اللي هنا يجي لي هنا، فبزود فرصه ان انا اتشاف واظهر له في كل المنصات اللي هو بيدخل لها. فلو انا بشغل اعلانات في منصتين، انا هظهر له هنا واظهر له هنا. في ناس كتير متخيله ان انا اتفق مع انفلونسر او مع حد مشهور دي غاليه او مكلفه. هو الموضوع مش غالي ولا مكلف، الا اذا انا كنت في احتياج لان انا اجيب حد مشهور قوي فمكلف قوي. ولكن الموضوع ممكن نبص له من زاويه ثانيه في مجال الديجيتال ماركت، فاشوف حد معروف او مشهور في المجال ده بيخدم على الاودينس بتوعه، فبالتالي اجي اعمل معاه بودكاست،